أصبح الخير، أصبح النور، أصبح الفل والياسمين عليكم يا أغلى متبعين. تصبحوا وتربحوا بصحة وبعافية إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله بإذن الرحمن نبغيكم يا أغلى متبعين تعجبوه القطبان ديال الصدر ديال الدجاج او ديال الديك الرومي. يجرب هاد التتبيله، انا مشاركاها معكم، ولكن انا جيت نجاوب واحد الاخت اللي قالت انا اول مره تنشوف الثوم في القطبان مشويين. القطبان مشويين الصراحه اللي ما كانتش خصوصا ديال الدجاج، اللي ما كانتش التتبيله فيهم يعني مزيانه، راه ما تيجيوش ليهم الطعم. انا بالنسبه ليا وكل واحد وشنو تيبغي يدير، انا تنزل فيهم الفلفل هكا ملون ولا اخضر، المهم اللي عندكم متوفر تنزلوا. انا عندي هذه الفلفله هكا تنزلها، تعطيها واحد الطعم، تعطي الدجاج. وانتم عارفين دائما الدجاج خصو تبهيره او تتبيله اللي تكون يعني على حقها وطريقها باش يجينا ديك الدجاج لذيذ ومن الغسيل حتى هو يعني تيكون مغسل مزيان باش يجيونا ديك القطيبات لذاذين وزوينين. تيجي لهم واحد قال هذا حتى في الشويه ملي تكونوا تتشويهم تيعطيو واحد الطعم. ما ننزل عليهم انا غير الفلفل والملح وبهارات، لا انا تيعجبني نحط لهم البصل والثوم والفلفل وننزل لهم. ومازال نشارك معكم ان شاء الله واحد النوع من الخضر اللي تنزل حتى في هذا القطبان وتيجيو رائعين. هانتوما انا نزلت هنا 2 حبات من البصل وحطيت الفلفل والثوم. نفرم هذا الشيء هذا ونرجع معكم. هانتوما الخلطه ديالنا هي زيت البصله والحار والفلفل. انا عندي ما شاء الله واحد الكميه ديال الدجاج. نتوما نزل الجرجبير، الفلفل الاحمر البارد، حسب هذا عادي ما تيعطيش ديك اللون. واحد الكميه يعني تحطوا واحد 2 معالق ملي تكون عندنا الكميه كثيره. عندي هنايا الكزبره الناشفه، ها هي هذه. ندير الفلفل الاسود واحد نص ملعقه، عندي الملح هيمالايا. الصراحه هذا هيمالايا احسن من الملح الثاني. ثم ننزل في يديا باش ما تيجيناش مالح وما يجيناش مسوس. عندي هنايا الثومه اللي شاركت معكم. انا دابا الصيد في الجو حار نصوبها ونخبعها. خفتوها تضيع لكم ولا عندكم الرطوبه ديروها في الفريزر، ديروها في علب وقفلوا عليها ونزلوها في الفريزر. هو الوقت الانسان اللي تيخبع فيه الاشياء اللي تتبغي تكون ناشفه. عندي النعناع الناشف هو هذا. شوفوا بالنسبه للنعناع الناشف او الزعتر ملي تديروه في المشاوي راه تيهضم الصراحه. يجربوا. وما ننساوش زويته بلديه او زيت عادي نتوما اللي عندكم متوفر.
يلا بينا نجمعوا الاشياء هذه نخلطوها. وانا هذا الشيء تنشاركو اغلبيه مع المبتدئات ولا البنات ولا الوليدات اللي تيمشيو يقراو بعادين على الاهل ديالهم وتيبغيو تيتشهوا بحال هذا الشيء. رغم يمكن لهم يديروا غير واحد الكميه، انا حيت ما شاء الله عندي كميه هنايا كثيره. راكم عارفين ملي تيكون الانسان عازم ناس ولا يعني اثنين عنده عزومه ولا ضيوف، راه الانسان تيكثر ما تيكون. ملي تنكونوا بوحديتنا حنا ما تيكونش يعني تنديروا على القد. شوفوا كي تجي هاد التتبيله، نزيدها واحد الرشه ديال البقدونس نسيتو. شوفوا يا هكا، شوفوا كي تيجي هاد، شوفوا كي تجي هاد التبهيره هادي، شوفوا كي تجي مع ديك الثوم. انا نزلت 2 انواع من الثوم، الثوم الفريش والثوم الناشف. جرب يا حبيبتي هاد التتبيله هادي وجاوبيني وقولي لي كيفاش جاتك. راه الانسان تيلقى الفرق من تتبيله لتتبيله، وكل وحده وطريقتها، وكل وحده واللمسه ديالها، وكل وحده والبنه ديالها. يعني ما نقدروش نحكموا على الحاجه وحنا مازال ما جربناهاش. صافي نزلت هنا البقدونس. باش الانسان ما ياكلش اللحم هكا لحالو، لازم تيكون صافي. دابا رقدت هاد الشيء هذا كامل، نخليه يتشرب واحد ساعه ساعتين، ليله كامله، يعني ما كاينش حس المشكل. هانتوما من بعد ما رقدنا داك الخضر دابا نوريكم الطريقه باش ما يبقاوش يتلصقوا لكم القطران. يعني في المشاوي القطران تيتلصقوا لنا هاد ديال الخشب. تنقبطهم انا وتنرش عليهم الزيت. بسم الله، زعما باش ما تبقاوش يلصقوا لكم. لا بالنسبه لهادو ديال الخشب ولا بالنسبه ديال الثانيين. تندهنهم وتنبدا ننزل فيهم. هانتوما ها القطعات ديالنا. انا علاش ندير لهم هذيك الزيت، منها ما تيتلصقوش، منها ما تيبقاوش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تتبقاو تدخلوا هكا القطعه ديال اللحم. نتوما عارفين الخشب تيبقى هكا بحال اللي يتجرح ولا تيتشنتف كي تنقولوا. بهذه الطريقه هذه اسهل واسهل. هانتوما معايا تنوجدوا الغديوه ديالنا ان شاء الله. هانتوما صوبت هنايا انا الكفته، ها هي هادي. كلشي مع المشاوي من بعد ما حطينا الصدر ديال الدجاج. عندي هنايا الخضار، ها هي هادي، الخس. هادو اللي نرافقوا المشاوي ديالنا. وخليكم معايا تنشوفوا المشاوي ديالنا كيفاش يجي. هانتوما هذه هي السلطه اللي تتفتح النفس. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، خضار قليله وبسيطه ولكن تشاهي. هذا نزل فيه سميتو كباب ديال الدجاج اللي بالثوم.
ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو يا اغلى متبعين العزاز الغاليين. الا شفتوا هذا الفيديو وعجبكم ما تنساونيش من الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد يا اغلى متبعين. هذه هي الطبيله ديالنا. كلمت يا بوحي برد عليك. جنات ترى هو في الكشف. اش قلت لك؟ صباح الاولاد مثل يقرا قران يصلي السنه. الله خيركم، شكله لذيذ. صحه وعافيه. نحط صوت على الأرض.